أول مواجهة بين عائلة خديجة والعائلة ديال أكرم. مشاهدينا الكرام، أي با محمد 75 سنة. شكون هو با محمد؟ هو الأب ديال خديجة. وفي اليمين ديالي ميلودا لعدد كبير من المغاربه كيتبعوا القصه اللي كتألم، اللي هي الام ديال اكرم. مشاهدينا الكرام، غادي تشوفوا معايا حقائق صادمه في الموضوع. خديجه مشات بعيد. كيفاش مشات بعيد؟ هادشي اللي غتسمعوا الان محير. تبعوا معايا. با الله يعطيك صحيحتك، انا راه دوزت انا وياك 3 السوايع با بقيتها كنشوف. غادي تعاود ليا على خديجه من النهار اللي عيطات لك وبغات الفلوس وحنا جايين حتى هاد الغبره اللي غبرت هي واكرم. عاود ليا. استاذ شنو نقول لك؟ دابا نهار 7 في شهر 6 عيطت لي خديجه بنتي، قالت لك برا بغيت شي فلوس، جاو ليا شوراق من واحد الدوله من برا كتبع كندا. قلت لها شنو الفلوس على حسابك؟ قالت لي على حساب شي خدمه كاينه بغا نحطهم في البنكه مضامنه. قلت لها واش عندك؟ قالت صيفط لي 2 مليون. مشيت ديت 2 مليون الصباح ديال الجمعه في 7 في شهر 6، لحقتهم البوسطه دحتهم، عطات لي الكونط فين غادي البوسطه ديال هنا في الكونيطره. مشيت رجعت للدار ديالي الجوائل 12 ولا الوحده ديال النهار ديال الجمعه النيت. هذاك النهار فاش عطيتها 2 الصباح قالت لك با راه باقي نخاص لي ديال الفلوس. اشنو ما؟ قالت لك خاص لي باقي نخاص لي 4 مليون. قلت لها منين واش دير؟ قالت لك علاش كبا تبدا تبكي ستعيت. مشيت دبرتها 4 مليون هزيتهم اديتهم. جا عيط ليا قالت لك برك تعطلت لي اسمو البوسطه غادي تسد، انا غادي نعيط لفلان. عيط لواحد الولد نسيبنا ومن العائله ديالنا وجارنا، صيفطهم ليها هز 4 مليون لحم ليا في هذيك فاكاش. مشيت انا لحق دوك 4 مليون داك الولد اللي لحق بلا قبل التوقيت اللي قالت ليا. حتى عيط ليا قالت لك با صافي راه الفلوس انا لحقوا ليا رانايا صافي انا داك الشيك رانا صيفطو مع الوراق. لا واخا غنمشيو لهادي نبقاو في الاولى. هاد الجمعه اللي كدوي لي عليها انت راه من موراها بيومين هو الحد، هي فاش غتغبر. يلا قول لي. فاش جيب نهار تاع الجمعه 7 في شهر 6 وانت 4 المليون ما عندكش ومشيتي تسلفتيها وضربتي عليها الطريق واحد 20 كيلومتر ياك؟ ديت 20 كيلومتر باش بالفيلاج. ومشيت لحقتهم ليها هي نهار تاع الجمعه صباح السبت الحد. عيطت عليا ما بين 12 الوحده تاع النهار. قالت لك باش لاباس؟ قلت لها لاباس. قالت لها فين انت؟ قالت لك باقا في القنيطره. قلت لها علاش ما يجي؟ قلت لها غادي يجي اليوم الحد. جاب شي سكار عامر ورجعت الكار ديال القنيطره والقنيفره. دابا انت ملي صيفتي لها الفلوس شحال المده اللي قالت لك راه غتردهم لك؟ قالت لي نهار اثنين ان شاء الله غادي نجي ونردهم. يعني هي داك الحد غتركب وغتجي الخنيفره عندك وترد لك الفلوس؟ تردني نهار اثنين. نهار الحد عيطت لي ما بين 12 وحده قالت لك با فين داك في السوق؟ قالت لك صافي راه غادي غدا ان شاء الله نجي. انا مشيت اليوم للكار السوق عامر رجعت للدار فاش كاري انا. قال لك صافي تا الغدا هذيك هو اخر مكالمه بيني وبينها. الصباح ديال الاثنين جاتني الخبر ما نسد التليفون. حتى العشيه ديال الاثنين عيط لي واحد الولد جاري قال لي فلان العام، قال لك واش كاين في الدار؟ قلت لي كاين. قال لي خديجه اش عندك في الدار؟ قلت لي لا. قال لك فين؟ قلت لي راه باقا في القنيطره ولا مشات لعند خوتها مرت خوها القنيفره. قال لي راه خديجه راه عندها شي حاجه ملوحه في التليفونات. قلت له اش تقول؟ قال لي راه شي وليد وكاين هذيك في التليفون ديالي واحد الولد جاري عنده طوموبيل. صافي عيط لخوتها ما خدامش عندها التليفون، عيط لمرت خوها ما خدامش عندها التليفون، عيط واحد خويا كاين في الرباط خدام في الشركه قالت ما في راسي شاي، عاد لا ما عطا فيها التليفون. صافي حتى الغد الاثنين الثلاث عاد جا داك السيد اللي قال لي راه مليوحه في التليفون، جا لعندي حتى للدار توريها لي مليوحه في التليفون غير وحده بلا الدري. الغد الاربعاء مشيت للسوق صافي داز في الاخبار ولا خرج في التليفونات كاع كاملين. هز الدري هنا الشيء اللي شفت. انت كنتي قبل ما تعطي انت 6 مليون كنتي كتعرف بلا ولاد كلهم دات لهم الفلوس؟ ما في راسيش والله، ما في راسي والو. يلا بداني واحد بواحد. غادي نبدا انا وياك بالاولاني اللي الخدمه ديالو مسكينه البني. شحال دات لي؟ دات لي كاين هو في واحد الدوله برا دات لي 2 مليون و40. لا انا ما داويش على اللي برا في طاليان، داوي على اللي كيخدم في البني. راه عرفتي انك واحد الولد في ولادك خدامه في البني خدات لي 4. خدات لي 4. وديال الطاليان شحال اللي خدام في طاليان؟ 42. والولاد الاخرين؟ هذاك اللي شايفور تيسوق الكرام ديال الكبير تا هو دات ليه راه قبيله دات لي 3.
جوج ونص والاخر جوج ونص. الصدمه الكبيره هي مرتك مشات دارت بها كريدي ما في امانه ما في راسيش انت سقتي الخبار سكتها في شي الايام هذه. الاب كيروي معنا القصه، ولكن كل هذا الملف غادي وتيولد. ملي هو مسكين مشى معاه في هاد جوج في 4 قالت لي انا راه غادي ندفع داكشي ضمانه، المهم عطاتو استوار من عندها، ولكن هي كانت تتخطط قبل. عندها خوها في الطاليان خدات من عنده 4، عندها خوها اللي كيخدم مسكينه في البني دات من عنده 4، عندها خوت اخرين جوج ونص. الاكثر من ذلك باقا مستمره هي مشات البنات اللي كانوا ساكنين معاها دات لهم 3000 درهم الوحده، كلهم دات لهم الفلوس، جمعات مبلغ كبير. هي كان الهدف ديالها انها تجمع 24 مليون بالضبط. خديجه كانت كاده بواحد المنهجيه خطيره تجمع هاد الفلوس. علاش؟ والاكثر من ذلك سمعنا في التصريحات انه شاب كتعرفو اردني، العائله ديالو بالاخص يعني الاخ ديالها عندها واحد الاخ تبارك الله الله يوفقه، من الطبيعي نظرا للوضع المهني ديالو وخدمته دار مجهود كبير وكيبحث. وصلت للاردني لقى بان الاردني كانت بغا تاخذ من عنده 3 المليون وما عندوش 3 المليون. ما خلى حتى واحد باش توصل لهذا المبلغ. الدارجه المغربيه قمرت بوالديها بخوتها بكل شيء. علاش؟ في الاخر غنرجعوا للاصل ورجعوا للقاعده الاخرى اللي ختمت بها هو اكرم. ملي عرفتي وليداتك تما بديتي كتواجههم، قولوا لي قالوا لك الحقيقه، انا راه عطيتها وانا عطيتها وعطيتها، وهي واحد اللي ما كدور جهته. هو ولدك الصغير اللي خدام اللي كتعرف الخدمه ديالو، هذاك قاري. الا قال لها الا قالت ليه بغيت القد والقد غيقول لها علاش، غيبحث غيقلب كيفهم كيشوف الانترنت عارف. هذاك ما كدور جهته، كتمشي للاخرين. في نظرك علاش خديجه غدير هادشي با وانت بنتك وعارفها؟ وديما نقول ما عرفت والو على حاجه والو، ما سمعتهاش حاجه ما عرفتهاش حاجه والو. انا راه باش ثقت فيها غير قالت لك برا جوج شورى. هي كانت حق تدفع على خاطر عيطت لها واحد البنت، السلام عليكم السلام، قالت لك واش تبغين خديجه؟ قلت لها يي. قلت لها كنت بنت معرفت، قالت لك انا مولى تاع الشركه راه كنسول خديجه ما بغاش توجبني بغينا تجي تخدم. قلت لها بنتي ما فاتش ولا بعيده مني راه في البنيطه. قالت لي عرفتها في البنيطه شويه. قلت لها واخا قالت لي صافي ما كتواجبنيش في التليفون انت عيط عليها. فعلا عيطت عليها. قلت لها خديجه شي ساعتين ولا 3 مورا الشي عيطت لها. قلت لها خديجه نعم. قالت لي قلت واحد البنت قلت لك على شي خدمه في شي شركه ولا. قالت لك برا حقنا كنت دافع طالبه باش تخدمي في الشركه، ولكن هذيك الخدمه في الثمن ديال هذه مع هذه بحال قالت لك ما نقعد هنايا. هادشي اللي قالت لي. دابا هذه الاخبار بغات تمشي برا. وفاش قالت لك نحط لها قالوا لي حط الفلوس في الضمانه في البنكه. قلت لها من جدات الفلوس؟ قالت من جد القضاء ديال 24. قلت لها شرا بزاف لازم. قالت لك با داكشي راه هو اللي كاين داكشي دير. قالت لك صافي عافاك انا وجا باش ثقت فيها. ولكن قالت لك غير ضمانه، قالت لك راه 3 ايام غنردهم لك. قالت لي غنحط من ضمانه ندفع نشد الشيك من البنكه ندفعو مع الوراق والفلوس غادي يبقاو في البنكات غنجيو غادي نجبدهم كلها الرلي ديالو. هادشي اللي قالت لي. واحد الحاجه قلتها لك الوالده، انا قلتي لي انا والله ما عارف هاد القضيه، عاد سمعتها اللي هي تمرتك حتى هي الام ديالها مشات دارت بها كريدي واللي ضمنت هي الجاره عندكم والجاره عندكم. دابا راه كتعيط لولدك قالت له وليدي انا باش غنخلص هادشي، قال لها مسكين انا غنخلص داك الشيطريطات كل شهر نخلص لك. غادي نشوف داك الشيء لا كان داك الشيء ما غادي نمشي نسول الا كان داك الشيء صحيح ما غادي ديك المراه ما نخليهاش، غادي نعطيها واخا ندير الحوايج ديالو نعطي ليها التغريد ديالها ما نخليهاش. وهذا الشيء اللي كاين ان شاء الله. هو نفس السؤال با هو الاخر. خديجه 25 سنه يمكن 24 وانت عارفها وهي تقدر توصل هادشي اللي كدير كيفاش بالك؟ نقول انا ما الا كان شي حاجه ماشي خاطرها ولا راه شي حد اللي ناصب عليها نقول لك صراحه بطيطاي. كانت تقرا في واحد المدرسه في النواحي ديال القيم الصالح، كنت نصارف عليها كنت نسيت ليها اي حاجه ما عمرهم جابوا لها شي مشاكل ديال خوتها لا خواتاتها. خلاف هذه ديال الفلوس راه قالت لك با عيشك تعاود بيا عيشك با عطيني هذا ملي عطيتها موراك شي حتى ملي مشات غبرت عاد ولا خوتها وانا عطيتها هذا وانا عطيتها هذا وعطيتها. هذا الشيء هو اللي كاين في راسي باش ما ندير انا. وهذا الوليد الثاني انا ما بغيتش هذه الحاله ما بغيتهاش ما نديرش دري المولات راه روح هذه وجا هي روح ما بغيتهاش. اذا كانت بنتي باقا في الحياه راه دابا الله غادي يفرج، الا كانت ماتت ولا قطعت الله اعلم.
انا ما غادي نتهم هاد المراه ولا شي حد اخر، ما نقدر نشد على راسي في شي حاجه والو، شي حاجه ما نشدش بها على راسي. بنتي غير جوج حوايج، اما نصب عليها شي حد، اما مشات قطعت. ولكني في الحقيقه ما كانش على الدري ديال الوليد ما ديش لمو طايطات. انا في الدار ديالها ما غاديش، ما بغيت والو، لان حقاش الروح هذه بنتي راه ما ساخيش بها انا وما دارش، ولكن هادشي ما اختي الخبار با لاجتني لمن عيطتي؟ لاجتني ما خليك من عيط لها المراه، ها هي فين عيطت، عيطت لها ما رشخت لها، قلت لها كتقول دابا ان شاء الله ربنا ترجع، ربنا يبارك الدري، ربنا يرجع ولدي، وحنا باقيين نتسناو. عيطتي انت الميلوده كتسولها؟ هي عيطت سولتها مع الخضرات ولا الراه في التليفون، كتقول اش قالت لك ميلوده؟ اش قالت؟ كتقول دابا ان شاء الله يكون الخير، دابا ان شاء الله ترجع وتجمع الدريه. شي كتقول لي ها هي مع الخضر لا باك التليفون بدلته ومشات النمره في التليفون الاخر. مره كنت نعيط لها، نبقى نعيط لها دائما، وراه باش الله تعالى كنت راه هي بعدا شي انا سمعتها في الاذاعه في التليفونات، قالت لي البنت راه بنتي راه ديال اخوتها، راه من بناتي ما عمرني درت علمها، هي كتسمع فيا. واش راه هو هذا. واخا شكرا لك. مشاهدينا الكرام، باقي نقطة أخرى مهمة كتعلق بأختها مريم. أختها مريم كتقرا في الكلية، وعندها الأخ ديالها كيشجعها وكيدعمها ماديا ومعنويا، تيقول لها اللي احتاجيتي تتكملي المسار الدراسي ديالك حنا معاك. يتفاجأ في الأخير أنه خديجة هزات مريم وداتها خدمتها، كان بشي 3000 ولا 4000 درهم تقريبا. وخوها كاع ما سيق الخبر عاد عرف. الوقت اللي الأخ ديالها دابا مشاو للبيت اللي حدا دار ميلوده فين ساكنه، تيلقى واحد الوثيقه، هذيك الوثيقه ديال الخلاص. واش بها مريم؟ قال لها هاد الفلوس اللي كتحطي هنا، قالت لها انا خدامه. قال لها كنتي كتقراي؟ قالت لي راه خديجه داتني خدمتني وقالت لي ما تقولها لتا واحد. اصعب الاشياء كان واحد الاتصال، اختي سمعتي الاب، سمعتي بانه دات الفلوس لكل شيء، انا الامور بدات كتوضح اكثر. تواصل معك الاثنين قال لك اودي كيفاش؟ قلتي لي راه انت كنتي واش الاثنين كان باقي عندك الامل؟ قلتي لي كان باقي عندي امل بلا راه ترجع. قلت ما راه تقدر تجي في العشيه، هي قالت لي نجي في الصباح تنتسنى، راه زعما دابا تجي وتدخل وهذا. كان عندي امل راه تجيبو هادشي، ما ديرش ليا هادشي انايا. صافي لغدا بدا تيتصل معايا تيقول لي بنتي واش جابت لك الدري؟ تنقول له لا عمي راه ما جابش لي الدري، راه باقا ما جاتش. صافي بقيت ديك الساعه المهم راه اللي جرات انتم عارفين كلشي اللي درناه، هادشي اللي كاين. هاد الجيران اللي هنا البنات اللي ساكنين معها تا هما دات لهم 3000 درهم، هادشي في راسي هاد الكلام اللي كيقول لنا ديال هو وولادو كلهم، هادشي في راسك انت؟ لا انا تسقط الخبر، هذا عاود لي الاخ ديالها هو اللي عاود لي هادشي كامل. امتى قال لك واجي؟ شحال هادي؟ لا تتلاقينا عند رجال الشرطه هذاك النهار، وحنا راه ما عمرك ساعدتينا في هاد المعلومات، راه ما كناش كنعرفوا بزاف اللي قال لنا الوالد. هذا عاود لي الاخ، راه جمعات كلشي هي، راه ما كاينش شي واحد في خوتها زقلاتو من غير داك اللقاء. فيا بزاف انا دابا حياتني انايا، انا دمرت لي حياتي يا غدوه. دات لي ولدي من يديا. واش هذا؟ شنو بغات عندي شنو؟ لا ما بقيتش فيها انا، بقى فيها عبا على الاقل، بقى فيها با بعدا. لا ما عنديش مني انا صغني الوالديها، علاش غادا ليا بالدري؟ شنو درت ليها؟ اش ما درتش؟ علاش صرفت فيها؟ انا راه وما ردات لي من الفلوس، وما ردات لي اكثر، كنت دات لي الفلوس الدنيا كلشي وما ديش ليا ولدي. راه معيش انا في العذاب، راه دمرت لي حياتي، دمرتها، دمرت لي كلشي، دمرت لي حياتي وهي دارنا كلشي، كلنا ترولنا حتى حاجه ما بقينا مرتاحين فيها، لا ماكله لا شرب لا نعاس حتى شي حاجه. ولادي مساكن نشوفهم تا هما مساكن حالتهم، ولد الدري الصغير ماما هي كنت تقول لي غادي يجي قال لي على الصباح